عبد الله نموذج للشاب السعودي الناجح. تخرج عبد الله من الجامعة بتقدير جيد جدا مرتفع. اشتغل عبد الله في إحدى الشركات الوطنية الكبيرة وبراتب ممتاز. وبعد الوظيفة اشترى عبد الله سيارة أحلامه. وتزوج عبد الله بفلوس أبوه، لأنه فلوسه قضت على سيارة الأحلام. لكن أهم شيء إنك تزوج. في يوم من الأيام سافر عبد الله في رحلة عمل لإحدى الدول الأجنبية. أحد زملاء السوق قال لعبد الله إن في شريحة اتصالات لشركة من الشركات تمنح تجوال مجاني. أخذ عبد الله الشريحة، ومن وقتها تغيرت حياة عبد الله. قضى عبد الله أيام العمل بسرعة في البلد الأجنبي، وزاد معاه يوم ما عرف وش يسوي فيه. ولأن عبد الله كان يستخدم شريحة التجوال المجاني ومعاه بلاك بيري يستغنى فيه عن الرسائل، زادت معاه فلوس ما عرف وش يسوي فيها. هاللحظة التاريخية من حياة عبد الله تعرف عليه رفيق سوء أجنبي وأغراه يجرب المخدرات. ومن يومها دخل عبد الله في طريق المخدرات بسبب الفلوس الزايدة اللي تسببت فيها خدمة التجوال المجاني. رجع عبد الله للسعودية، وانتهت حياته الزوجية بالفشل، وانفصل من عمله، وقتل أبوه، وحاول يغتصب نص حارتهم بسبب المخدرات. كانت هذه نهاية تجربة عبد الله مع التجوال المجاني.